أهلا بكم يا أصدقاء في قناة رزق الإلكترونيات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المقاومة ال NTC ووظيفتها في الباور أو وظيفتها في الدائرة الإلكترونية. هنعرف كل حاجة عنها النهاردة بالتفصيل. أول حاجة المقاومة ال NTC دي أول ما حرارتها بتزيد مقاومتها بتقل، دي أول حاجة. الحاجة التانية بتكون مع دخول 220 فولت، بتكون يا قبل البريدج فاير يا اما بعد البريدج. تمام، دي رسمة ايه دخول 220 المقاومة الحرارية ال NTC او المقاومة الحرارية السلبية ال NTC، البريدج، بعد كده مكثف التنعيم. التوصيلة التانية 220 البريدج فاير اللي هي التوحيد، المقاومة السلبية ال NTC المكثف التنعيم. يعني في الحالتين هي قبل مكثف التنعيم. وده كده بياخدنا إلى ما وظيفة المقاومة الحرارية السلبية ال NTC. ليه هي قبل مكثف التنعيم؟ لأن مكثف التنعيم بيبقى قيمته عالية، يعني قيمة المايكرو بتاعته عالية، فبيحتاج في البدء إلى تيار شديد عشان يشحن، أو عشان بعد كده يخلي عليه 250 أو 270 فولت ويشغل معانا الدائرة. فطبعا في البداية بيحتاج إلى تيار عالي في البداية عشان يشحن. طيب لو المقاومة ال NTC دي مش موجود وجينا احنا دلوقتي وصلنا الكهرباء، هيجي المكثف ده هيحتاج مثلا ان هو يشحن، فهيحتاج مثلا الى 10 امبير مثلا في البداية. طيب المكونات ما قبل المكثف دي هل هتتحمل العشرة امبير؟ يعني مثلا بريدج زي ده ممكن يبقى مثلا في حدود 4-5 امبير. طب ما ده هيتلف معايا. فطبعا كده احنا عايزين حاجة تحمي معانا المكونات دي عند شحن المكثف الكبير في البداية. فطبعا لو حطينا مقاومة ثابتة، يعني مثلا لو مقاومة مثلا 15-20 اوم، دي مقاومة هتبقى معانا ثابتة، فهتقلل معايا التيار، فطبعا هيشحن المكثف. بس بعد كده هتفضل برضو مقللة معايا التيار، فطبعا هتبقى في مشكلة كده في الدائرة. فطبعا احنا دلوقتي عايزين نخلي مقاومة تقلل معايا التيار في البدء لما يشحن المكثف، وبعد كده المقاومة دي تبقى مش موجودة. فعشان كده بنحط المقاومة ال NTC. طيب بنحط المقاومة ال NTC ليه؟ لأن زي ما أنا قلت من شوية إن عند زيادة حرارتها مقاومتها بتقل. طيب هي في درجة حرارة الغرفة مثلا بتكون في 25 درجة سيليزيوس، بتكون مثلا على حسب بقى ممكن 10 اوم 15 اوم. فبتبدأ ان هي تقلل معايا التيار، فالمكثف يبدأ يشحن. فطبعا بعد ما يشحن المكونات دي طبعا كده بقت محمية وبقت مفيش مشكلة عليها. طيب قيمتها هتقل ازاي؟ بسبب التيار اللي مر فيها، فطبعا كده بتسخن فمقاومتها بتقل، بتبقى ل1 أو 2 اوم. فطبعا كده ما بيبقاش في مشكلة كأنها مش موجودة. فكده المكثف هيشحن معايا والدايرة هتشتغل معايا مفيش اي مشكلة. يبقى هنيجي دلوقتي نقول ما وظيفة المقاومة الحرارية السلبية ال NTC. هي حماية للمكونات ما قبل المكثف الكبير، مكثف التنعيم، حماية ليهم لحد ما يشحن المكثف. لأن زي ما أنا قلت لكم إن المقاومة ال NTC عند زيادة حرارتها تقل مقاومتها. يبقى هي كده المقاومة
ال NTC حافظت لي على المكونات ما قبل مكثف التنعيم او مكثف الكبير. تمام كده، يبقى دي كده وظيفة المقاومة ال NTC. أرجو أكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم وأشوفكم في فيديو جديد.